أهلا بكم. تمكن الحارس المغربي ياسين بونو ورفاقه طرد الجزائري رياض محرز من بطولة السوبر السعودي، وذلك بعد أن تغلب نادي الهلال على نادي الأهلي في ركلة الجزاء. وكانت لياسين بونو الكلمة الفاصلة والتي أدت إلى تأهل فريقه على حساب فريق الخصم، ليثبت بذلك بونو أنه الحارس الأفضل في ركلة الجزاء في العالم. وصرح رياض محرز أنه حزين جدا بعد الخسارة التي ألمت فريقه والتي جعلتهم يخسرون اللقب الأول، فيما عبر ياسين بونو بسعادته الغامرة بعد تأهله إلى نهائي السوبر السعودي. وبالتالي فإن ياسين بونو يكون للمرة الثالثة على التوالي التي ينقذ فيها فريقه في ركلة الجزاء ويؤهلهم في المباريات الحاسمة. تكرر الأمر سابقا في نهائي الكأس، حيث تمكن ياسين بونو من تصدي ركلة الجزاء. أما بالنسبة لتفاصيل المباراة فقد انتهت بالتعادل الإيجابي ليحتكم الطرفان إلى ركلات الجزاء، وتمكن الدولي المغربي ياسين بونو من التصدي لركلة جزاء الإسباني غابري فيغا، وسدد روجر إيبانيز مدافع الأهلي ركلة أخرى بعيدة عن المرمى. كما سجل لاعب الهلال 4 ركلات بنجاح ليضمن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين التأهل للنهائي.